اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنا بقول لكم صباح الفل، صباح الورد وصباح الياسمين على عيون أجمل متابعين. هنحضر أحلى فطار النهاردة. معايا هنا 4 معالق دقيق ومعلقتين نشا، بصلة متقطعة وقرن فلفل حامي وطبق فول، طماطماية صغيرة، عرجين 2 مش اكتر، كزبرة او بقدونس الطعم اللي بتحبوه، بطاطس متقطعة صوابع، البهارات فلفل وبابريكا وكاري وكركم، ودولة شطة وكمون، دولة للفول واللي الناحية التانية للبطاطس. هنعمل ايه مع بعضينا؟ تابعوا معايا وانتوا هتشوفوا، وهنعمل احلى فطار. اهو اخد البطاطس دي غسليها وحط لها معلقة ملح وخل، ومنجوعة في الملح وفي الخل. ليه يا مقياد بتنجعيها؟ عفوا. البطاطس كل ما تتنجع قبل ما تتعمل بفترة، كل ما النشا بتاعها ينزل في المية، وكده الأضرار بتاعتها في التحمير تبقى قليلة. معلقة الخل ليه يا مقياد؟ معلقة الخل علشان خاطر تخلي البطاطس ما تشربش زيت. معلومة، البطاطس دي كانت حمرا يا بنات، يعني لو عايزين الوصفة دي عايزة بطاطس حمراء يا بطاطس تحمير، حاجة من الاتنين. تمام. طاسة على النار وفيها زيت، وهنحمر البطاطس دي ولكن نص تحميرة. امشي معايا واحدة واحدة وشوف انا هعمل ايه. اهو كده رفعنا البطاطس على النار وهنسيبها تتحمر. طب يا ام اياد الطاسة مليانة؟ لا مش مليانة، تشوفوا دلوقتي زي الفل كده معانا. عفوا. نرجع بقى هنا نعمل الخلطة بتاعة البطاطس. عبارة عن ايه يا ام اياد؟ عن نص كوباية مية، اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده مش اكتر. تمام. واحط ال4 معالق دقيق بما يعادل نص كوباية برضو، ومعلقتين نشا. تمام. اهو واحدة واحدة وعلى مهلينا. نص كوباية مية، نص كوباية دقيق، معلقتين نشا. اخد بابريكا، كاري، كركم، فلفل اسود، ملح، سنة كزبرة، سنة كمون لو حابين، عادي مفيش مشاكل. اهو واحدة واحدة وماشيين مع بعضينا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهو نص معلقة صغيرة بيكنج باودر زي ما انا مورياكوا كده اهو، بس مش اكتر من كده. تمام. يلا بقى بالمضرب بتاعك، بمعلقة، بشوكة، جلب الكلام ده مع بعضيه. اهو طاسة على النار وفيها معلقة زيت او معلقة سمنة زي ما تحبوا. شوحي البصلاية والجرن الفلفل الحامي. يلا. هو ده طريقتي في طريقتي يعني وصفة من وصفات الفول اللي بعملها، بس أنا مش عارفة هو اسكندراني ولا مش اسكندراني، وهل لو هو اسكندراني هي كده الطريقة صح؟ فياريت يعني ايه اللي يعرف طريقة الفول الاسكندراني الصح يكتبها لي في الكومنتات. اصلا انا ضفت له حبة طماطم عشان تعزز لي الطعم شوية، فمش عارفة انا بيتضاف له ولا ما بيتضافلوش، بس انا عموما الطريقة دي بعملها انا وماما واخواتي. فشوفوا انتوا بقى هو ده فول اسكندراني ولا ايه؟ شوفوا وقولولي. اهو زي ما قلنا نستفاد من بعضينا. شوح البصلة بتاعتك اهو زي ما انت شايفة كده، وطعمه كان حلو جدا جدا جدا. ده طبعا مش اول مرة يتعمل، بس طعمه كان جميل ومشطشط وحلو خالص. هنا البطاطس خدت اللون اللي احنا عايزينه اهو، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اطفي النار على بطاطسك وطلعيها على ورق المطبخ اهو. تمام. شايفين نص سوا بره على القاع زي ما انتوا شايفين معايا كده. تعالي بقى البصلة بتاعت الفول اهي بدأت تاخد اللون الذهبي بس مش قوي. انزل في المرحلة دي بالطماطمية بتاعتي،
عايزة ما تحطيش الطماطمية ما تحطهاش عادي، مفيش مشاكل، طعمه يبقى لذيذ وحلو برضو، كده أو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهو زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة وسهل. هنا الفول هرساه بالشوكة، هرساه بالخلاط، هرساه زي ما بتحبيه، أنا هرساه نص هرسة مش جوي يعني. ما أنا برضو مش عايزة الفول يبقى ناعم خالص كده وبوريه، لأ، عايزة فول، باكل فول بحس بطعم الفول. جلبي لي الكلام ده حلو على بعضيه، وانزل ببهاراتك، شطة، ملح، كمون. انا مش بحط اكتر من دول. انتي عندك اضافات تانية وحابة تحطيها عادي مفيش مشاكل، براحتك خالص. اهو هسيب الفول بقى على نار واطية بعد ما احط له التوابل بتاعته، ونشوف هنعمل ايه كمان. اهو جينا جلبنا الخليط، ذرة الملح دي حسيت ان الخليط عايز ملح، رحت ضفت له حبة ملح. اهو البطاطس اللي اتحمرت كنا حمرناها وركناها لما تبرد. ليه يا ام اياد لما تبرد؟ علشان تثبت على العجينه بتاعتي، لكن لو كنت حطيتها سخنه، سخونه البطاطس مع الزيت مش هتمسك في العجينه كويس، فخدوا بالكم من التريكات دي هيت. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك. هنا بقول لك بطاطسايه دي جت كده معايا فهشيلها عادي عادي. اقلب بقى البطاطس كده مع بعض في الخلطة بتاعتها، بحيث ان البطاطس تتغلف كلها من الخلطة دي. تمام وزي الفل. اهو. طب الوصفة دي يا ام اياد اسمها ايه؟ اسمها بطاطس جمبري، او جمبري الغلابة. الجمبري غالي ومش هناكله بس هنعمله برضه. والله العظيم يا بنات طعمها تحفة، اكتر من روعة. اهي جلبيها بقى لبست جلافز طبعا في المرحلة دي. اهو والله انا مش بحبه بس في يعني وصفات لازم يكون فيها، اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني المنظر ده مش بحبه خالص بس اهو لازم زي ما انتوا شايفين كده. انزلي بقى في الزيت بتاعك بالبطاطس دي، اهو زي ما انتوا شايفين كده ولا احلى. خديلي واحدة واحدة كده شوية شوية، هتتفلفل في الزيت. انتوا اول ما تحطوها تبقوا حسوها مكتلة بالشوكة وفككيها من بعضيها، هتبص تلاقيها صوابع وزي الفل. اهو تمام. اهي شايفه مكتله الشفيف بفكها ازاي عادي جدا 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 جدا. اهو تابعوا بس معايا وانتوا هتشوفوها سهله وبسيطه، وطعمها في حته تانية خالص بصراحه. عايزة تعملي الوصفة دي زي ما قلت قبل كده جنب مكرونة بصلصة مفيش مشاكل، عايزة تعمليها سندوتشات مع سلطة طحينة مفيش مشاكل، سندوتشات مع سلطة خضراء مفيش مشاكل، تاكليها كده بالعيش جنب بيض جنب فول زي ما أنا عاملة كده النهاردة عادي مفيش مشاكل. حلوة وسهلة ولذيذة وطعمها كالروعة، وولادي بيحبوها وده أهم شيء بالنسبة لي. فأنا بشارككم الوصفات اللي عفوا اللي ولادي بيحبوها وبتجيب نتيجة معاهم. معلش ما احنا ممكن نعمل كل الحيل لحد ما ولادنا ياكلوا. تمام. هنا بقول لكم حطوا اللايك وهنكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، مطبخ سهل وبسيط، حبيه هيحبك. اهو طلع البطاطس زي ما انتوا شايفين. اهو عفوا الجو متقلب الأيام دهيت مش عارفينه برد ولا حر، فدور البرد يعني ربنا يعافينا ويعافيكم وشغال كويس يعني معانا كلنا. هنا الفول بقى اللي كنت موطية عليه بقى زي الفل اهو. اضيف في المرحلة دي الكزبرة واطفي. اهو متفقين يا كزبرة يا بقدونس مفيش عادي خالص برضو مفيش مشكلة. اهو
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. تمام وزي الفل اهو. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طفينا عليه نقدم بقى. يلا، ادي البطاطس بتاعتنا، شايفين وادي الفول بتاعنا. قدم الفول يا ام اياد اهو، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو. مش هنخلي في الطاسة حاجة، حرام. هنا البطاطس اهي اهو، زي الفل اهو. ولا اروع من كده ولا اسهل من كده. ما هي البطاطس يا اما محمرة، يا اما مسلوقة، يا اما صينية، يا اما مش عارفة ايه. انا غيرت في الطريقة، والطريقة دي بعملها. هنا قدمنا الفول، وكان عندنا طعمية وجرجير والعيش بتاعنا، وفطار ولا أحلى من كده، وسهل وبسيط وينفع غدا. زي الفل اهو، مفيش مشاكل. اهو في بساطة زي كده قولولي اهو. رفعنا الفطار على الصينية بتاعتنا وأكلنا، واللهم لك الحمد والشكر. وغيرنا في وصفاتنا لأولادنا، وأولادنا فرحوا بيها. واقتصادي ومش مكلف، لا بيض ولا سمنة ولا أي افتكاسات. هي بطاطس وشوية الدقيق وشوية الملح. هنا فطرنا وخلصنا وشطبنا مطبخنا، ومواعيننا بقت شمعة منورة زي ما انتوا شايفين، زي الفل اهو. بحب المواعين جدا تتصفى قبل ما احطها في المطبخية او مكانها اهو، زي ما انتوا شايفين كده. نظبط دماغنا بقى بعد المرحلة دي ايه؟ بكوبايتين شاي حلوين. انا ما بحبش اقعد اشرب الشاي بعد اي وجبة غير لما اشطب المطبخ، كده بيبقى تمام. ادي الشاي بتاعنا بالنعناع وزي الفل. فيديو لذيذ وسهل وبسيط، وده كان فطار النهاردة حبيت أشاركه معاكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.